دكتور، انا بشرب بيبسي كتير قوي، وانا ممكن يجي لي هشاشة عظام؟ واحد من اكتر الاسئله اللي بتتردد على لسان كتير من الناس: البيبسي او المشروبات الغازيه بتجيب هشاشة عظام؟ المشروبات الغازيه وتاثيرها على العظام. بس قبل اي حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد بننزله اول باول. يلا بينا نجاوب على سؤالكم. المشروبات الغازيه زي البيبسي او الكوكاكولا تحديدا بتحتوي على الفوسفوريك اسيد او الكربونات اللي بتقلل بشكل كبير جدا امتصاص الكالسيوم في الاطعمه اللي بنتناولها، فتقل نسبه الكالسيوم في الدم. يبدا الجسم عشان يعوض النقص الموجود في نسبه الكالسيوم في الدم انه يسحب من الكالسيوم الموجود في العظام، فتقل بالتبعيه الكثافه والكتله العظميه. كمان البيبسي بيحتوي على الكافيين اللي ممكن يقلل نسبه ومخزون الكالسيوم في العظام. في دراسه اتعملت على عدد مش قليل من السيدات اللي بتتناول من 3 ل 4 كنزات بيبسي في اليوم، وجدوا ان كثافه العظام او الكتله العظميه بتقل بنسبه 4% اكتر من السيدات اللي ما بتتناولش اي مشروبات غازيه. الاطفال هم الاكثر عرضه للاصابه بهشاشه العظام نتيجه التناول المسرف في المشروبات الغازيه زي البيبسي او الكوكاكولا. هي لازم تمنع انت واطفالك تناول المشروبات الغازيه، او لو بتصرف من تناولها تحاول تقللها شويه علشان طبعا تمنع هشاشه العظام اللي ممكن تحصل نتيجه الاسراف في تناول المشروبات الغازيه دي زي البيبسي او الكوكاكولا.